لا يا صلاح، لا يا صلاح وعاك، احنا كلنا واقفين وراك يا ابني عشان انت تاريخ. لحظة بس قبل الهيصة دي كده، انت تعرف عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح ايه؟ ايا كانت العروض سيبك من الكلام ده، الفلوس مش مهم. 100 مليون دولار لنادي ليفربول و3 سيارات فارهة مش فاخرة لمحمد صلاح وأسرته. ايه يعني 3 عربيات؟ هو صلاح ناقص عربيات؟ وقصر خاص في مدينة جدة. يا ابني قصور ايه يا ابني؟ انت شفت الفيلا اللي ساكن فيها صلاح؟ وكمان طيارة خاصة. عارف انت هو هياخد مرتب قد ايه؟ مهما كان حجم المبلغ يا صلاح ما توافقش. 2 مليون دولار في الأسبوع. يا ابني احنا كلنا وراك عشان مص. شفت قلت مصر ازاي؟ 2 مليون دولار في الاسبوع؟ ما شاء الله، يعني مش قصدي احسد. طب ما فوقتش ليه؟ ما انا قاعد مع الراجل وبتكلم ولسه هنخلص، قمت انت داخل متشملل. الو، اكنس الاستاد؟ انت عبيط يا ابني، الاستاد اللي اكنسه في مباراة الاهلي والهلال. هو في الدوري السعودي؟ اه. طب اقفل. سلام. اخواني، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نحط نفسنا مطرح محمد صلاح. انت لو جالك 2 مليون دولار في الاسبوع في الشهر، انت لو جالك 2 مليون دولار في السنة، هتوافق ولا مش هتوافق؟ هتوافق. سيبك من التاريخ ده هم اللي بيدرسوه لنا، مش احنا اللي بنديه لهم. وبعدين صلاح عمل التاريخ. اقول عايز تاريخ؟ خد تاريخ. صلاح هيبقى اكبر صفقة في تاريخ الكرة المصرية. ايه تاني؟ اكبر صفقة في تاريخ الكرة المصرية، اللي هو الرقم ده مش هيتكسر الا بعد 300 سنة، او اذا جه بقى حد احسن من صلاح، وانت عارف انه مش هيجي. عايز تاريخ؟ الراجل جايب الحذاء الذهبي، الراجل واخد احسن هداف في الدوري الانجليزي، الراجل واخد بطولات. انت كنت بتكتب كده عن فلان في ويكيبيديا انه شارك فيها. خلاص وسيبونا بقى عشان انا لسه قدامي سفر وحاجات بقى. سلام. ما تفهموش غلط، ها؟ سلام.